ويبدو أنه تقدم ملحوظ للمشير عبد الفتاح السيسي. هو مش تقدم، هو اكتساح ملحوظ وكان متوقع، يعني شيء كان متوقع قبل ما تتعمل الانتخابات في الخارج. كنا متوقعين النتيجة دي، ولكن يمكن كان في ناس مش عايزة تعترف بده. تمام، ولكن دي النتائج الأولية. وأنا بقول لحضرتك من دلوقتي إن في الفترة الجاية هنسمع إن وحصل إن اتقال إن في تغيرات معينة في الوطن العربي، وده اللي خلى نتيجة كده. أنا ما أعرفش توجه الوطن العربي هل هو روسيا من الوطن العربي، لأن روسيا برضه فيها تقدم غريب للمشير السيسي. المرشح الآخر بدأ يدعي إن ده في توجهات الكفيل هو اللي بدأ ياخد العمال بتوعه عشان يصوتوا للمشير السيسي. فيعني ده شيء هذا الأمر متوقع يعني أستاذ أشرف، يعني تحديدا نتحدث كان التوقع أكثر بأنه بعض من الدول العربية أيضا بها عدد من المواطنين المصريين ربما لهم تأييد ربما واضح نوعا ما باتجاه إسلامي أو تيار إسلامي سياسي، فبالتالي سيعطي الصوت للمرشح الضد للمشير السيسي، ولكن أتت التوقعات على عكس. لا هقول لحضرتك، لا هو مش ان المجموعه اللي في الدول العربيه ليهم توجه اسلامي. كلنا لينا توجه اسلامي وكلنا انا قلت اسلام سياسي يعني او الاسلام السياسي، ولكن بل على العكس. كل المتواجدين او مش هقول كلهم، معظم المتواجدين في الدول العربيه هم مشاعرهم نفس المشاعر بتاعه المصريين اللي هنا في مصر. شافوا اللي حصل من المشير السيسي، شافوا المشير السيسي وقف ازاي. مش هقول حتى المشير السيسي، انا هقول المؤسسه العسكريه، لان دي تهمني جدا. ان انا بقول لغايه النهارده لا، المشير السيسي هو مرشح من المؤسسه العسكريه. مرشح المجلس العسكري اذا؟ لا، مرشح الجيش؟ لا، من المؤسسه العسكريه. يعني انا بالنسبه لي انا كاشرف نور، انا عايز افصل تماما كلمه المرشح المدني. ليه اخليه مدني؟ الهوجه الثوريه اللي فاتت اللي كانت بتطالب ان لازم المشير يستقيل من القوات المسلحه عشان يرشح نفسه. انا شخصيا بقول الدستور ادى الحق لكل الناس. ليه اجي على ضابط الجيش واقول لا الا ده؟ لكن اسمح لي اتوقف، وانت استاذنا في الصحافه. كلمه الهوجه الثوريه ماذا تقصد بها؟ الهوجه الثوريه اللي هو من بعد احداث يناير لغايه 30 يونيو الصوت العالي دايما كان هو اللي مسموع، وبنمشي ورا الصوت العالي. ما بنمشيش بعقلنا، لا بنمشي يا اما بالصوت العالي فبنمشي وراه، يا اما كان ربما يتبادر لمن يشاهدنا الان ربما مثلا يقول هذا انتقاص من حق الثوره كلمه الهوجه. خالص مثل ما حدث مع ثوره عراق. لا خالص، انا ما بنتقص من الثوره، بالعكس. وانا لا ادعي ان انا نزلت في الثوره. تمام، ايهما عن اي ثوره تتحدث؟ لا في 25 ولا في 30. تمام، مش معنى كده ان انا كنت ضد، ولكن ممكن اكون انا ما عنديش الحاله الثوريه دي من حزب الكنبه زي ما بيقولوا. تمام، ولكن ليا الحق ان انا اختار، ليا الحق ان يبقى لي صوت. لان برضو الفتره اللي فاتت هي الهوجه الثوريه اللي بقول لحضرتك ان كل واحد بيقول احنا الثوار نعمل كذا وكذا وكذا، احنا الشباب نعمل كذا وكذا وكذا، وكأن مصر بقت اسمها جمهوريه مصر الشبابيه مش العربيه. يبقى ما بعد ال50 مثلا اللي زي حالاتي كده المفروض ان احنا يشوفوا لنا جزيره لوحدينا. تمام، فكلمه الهوجه الثوريه اللي انا قصدت عليها اللي هو الصوت العالي اللي كان بيدفع البلد لاتجاه معين. طيب، انت وضحت لنا حول هل كان هناك تأثير ما لبعض الأحزاب التي ربما أثبتت وجود وحضور، مثلا على سبيل المثال حزب النور، هل كان له تأثير أو توجيه نوعا ما لهذه النتيجة التي خرجت للجالية المصرية، أم تعتقد بأن الأمر كان بإرادة حرة للمصريين بالخارج؟ أنا هبدأ يعني بسؤالك الأول، لكن ليا بعد إذنك برضه بعض الملاحظات على الحوار اللي حصل دلوقتي. طبعا حزب النور لو ليه تأثير فليه تأثير على جماعته. تمام، مش على كل المصريين. يعني النهارده حزب النور لو خرج قال احنا بنرشح او بنأيد المشير السيسي، انا ماليش دعوه، مع العلم ان انا رجل كمسلم، انا سلفي بطبيعتنا كلنا كسلفيين. تمام، ولكن حزب النور ده من وجهة نظري حزب النور دايما، وده مش عيب، حزب النور دايما مع الحاكم، وهو شايف صورة المشير السيسي هو الحاكم القادم، ولذلك بدأ من دلوقتي يدعم ويؤيد
الحاكم القادم هو ده حزب النور او السلفيين بصفه عامه. البراجماتيه السياسيه مثلا؟ لا يعني هم حزب النور لو خدوها من الناحيه الدينيه بيقولوا دايما الخروج عن الحاكم شرعا حرام. تمام. وده كان من ايام حسني مبارك للعلم، يعني كانوا برضو رافضين الخروج عن حسني مبارك. يعني كانوا سلفيين قبل مبارك، لم يكن نتكلم عن السلفيين ناحيه السلفيين وحزب. نعم. تمام. فحزب النور النهارده على الحقيقه. تمام. اما احنا هنلاقي فلان هو ورا تمام، ولكن على جروب نتكلم عن نضال سلحة لا ننكر. تمام. احنا هنا سواء انا كمؤيد مشير السيسي مش معنى ده ان انا ضد حمدين، بالعكس، لانه في الاول في الاخر راجل مصري وطني بيحب بلده من وجهة نظره، هو شايف ان الطريق ده هو اللي هيوصلنا للافضل، فده حقه. وانا من وجهة نظري كمؤيد للسيسي عفوا، ان انا شايف ان الاتجاه ده هو اللي وصلنا للخير. فحته نضال حمدين لا ننكره عليه، ولكن احنا بعد ما قلنا مش عايزين توريث، النهارده عايزين نورث البلد لمن ناضل. هو انت بتناضل دين او غيره، انت بتناضل من اجل رقي البلد ولا من اجل الكرسي للحكم؟ كده شكرا جزيلا. شكرا لك.